السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا فضلت قاعدة، يعني الساعة دلوقتي حوالي 3:30 وانا مش عارفة ان انا هعمل ايه للغدا. فخلاص بقى، يعني خلاص فاضل نص ساعة وهيقولوا احنا جعانين وعايزين ناكل ومش عارفة اعمل ايه. فخليت ابني راح جاب سمك اهوت، كيلو من ده. أنا مش عارفة، باين تقريبا ب50 او حاجة زي كده يعني. المهم جاب سمك اهوت، وانا عملت رز وهنشوي السمك، نشويه. وايه، اول حاجه بقى هنبقى مولعين الفرن ونعمل السمك في الرده. طبعا أنا قلت لكم المره اللي فاتت الرده دي بتجيبوها من عند بتاع البقوليات او الاعلاف، تجيبوها منه. الرده دي بنحط السمك فيها بعد ما تغسليه كويس، نحطه فيها كده كده، نغلف السمك كويس قوي في الرده، عشان دي اللي بتخليه ايه يتشوي كده اهوت معاكي اهو. ولو ما عندكيش فرن من اللي انا بشوي فيه ده، ممكن تطلعي الصاجة اللي هي بتاعة الفرن البوتاجاز، وتولعي عينين 3 على قدها على البوتاجاز، وتحطيها تسخن قوي وتشوي عليها برضو، بتبقى جميلة. انا عملتها كذا مرة عليك برضو، كانت جميلة قوي. يعني ده او ده ينفع. اهوت احنا كده اهوت عملنا السمك اهوت مع بعض في الردة اهوت، عملناه كله اهوت مع بعض. لسه واحدة اهيت اهوت كده. احنا عملنا السمك اهو مع بعض، نقعدوا بقى نشوي في الفرن. وقبل ما نطلع نكون عاملين التحديقة بتاعت السمك اللي احنا عاملينها برضو في الفيديو اللي فات مع بعض، اللي هي كانت ملح وثوم وكمون وشطة وفلفل اخضر وليمون، ونضربهم في الخلاط. وبتبقى ونحط عليها حبة مية ونضربها في الخلاط، يطلع السمك سخن ونحطه فيه مع بعض. يلا نطلع عند الفرن نشوي السمك مع بعض. اهوت كده الفرن حمى معانا قوي اهوت، يعني سخن قوي. شوف السمك لما تحط بتنقل ازاي على طول مكانها دخان السمك، يبقى كده معناها ان هو سخن قوي معانا. اهو نحط السمك نرصه اهوت جنب بعضه اهوت اهو، لحد ما ياخد ايه، ما يتحمر من تحت، ونقلبه على طول اهوت معانا اهوت. هياخد بس جنبه وارجع لكم تاني على طول اهوت. بنقلب مع بعض اهوت، تاخد جنب كده الحمرا دهيت. شفتوا؟ بالراحة عشان ما يتفتحش معانا. ودي نحطها جنب النار كده. اهوت السمك خلصت اهوت، زي ما انتم شفتوا معايا هيبقى سخن اهوت، ونحطه على طول في التحديقه بتاعته كده اهوت اهو، زي ما انتم شايفين معايا اهو اهو اهوت، ونحطه في مصر على طول اهوت. اما يبقى سخن تحط في التحديقه على طول، بيشرب من التحديقه ويبقى طعمه حلو اهوت. وطلعي يحطه في مصفى على طول معاك كده اهوت. احلى حاجه انا بحبها في الاكل، لو كلتها كل يوم ما بزهقش، هي السمك عموما. انا بحب السمك جدا جدا جدا، بس طبعا السمك اليومين دول غالي قوي 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 اهوت. بس يا ست الكل كده السمك اهوت معانا خلص اهو اهوت، حطيناه اهوت. هنسيبه بقى في المصفى 10 دقايق كده ولا حاجه، بس يصفي الميه الزياده عن الحوض بتاعه، يصفي بس الميه الزياده عن الحوض بتاعه
وخلاص. وهنا بقى هنعملها على حبة رز اهوت، رز ابيض عادي خالص اهوت. هنعمل بقى معاهم كده حبة سلطة وخلاص. وبكده نكون خلصنا اهوت وعملنا الغدا اهوت معاكم. ودي السمك اللي عملناه اهوت، ودي الرز وسلطة اهوت. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا اعجاب وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي تعليق، واستنى تعليقاتكم على القناة.